إيه اللي يخلّي أي استراتيجية إعلان تختلف من شركة للتانية؟ أول خطوة مهمة هي إن أنت تبني استراتيجية بيع revenue first، تبدأ بالمبيعات. هو ده اللي يهمك، ما يهمكش الريفيوهات وما يهمكش الكليكات، ما يهمكش اللايكات، ما يهمكش الكومنتات، أنت يهمك تحقيق مبيعات. عشان كده وأنت بتعمل استراتيجية للتسويق بتاعتك لازم يبقى أنت حاطط هدفك المبيعات الأول، وبعد كده أي حاجة تانية ممكن تيجي وراها مفيش مشكلة. تاني حاجة مهمة بالنسبة لك هي جودة العميل، لازم تكون بتدور على العميل اللي يكون فعلا مهتم بالمنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، وهو ده اللي تعمل له الإعلان بتاعك. ولازم تعرف العميل بتاعك بيتفرج على إيه، بيدخل على قناة إيه، إيه الفيديوهات اللي بيتابعها، إيه المحتوى اللي هو بيحب يشوفه، وتعمل زيه بالظبط عشان تبقى بتستهدف نفس النوع من العملاء. تالت حاجة هي تقديم عروض. لو انت فاكر ان المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمهم مفيش حد بيقدمهم غيرك يبقى انت غلطان. احنا في 2026 والمنافسة بقت شديدة جدا وخاصة على السوشيال ميديا. تالت حاجة هي ان انت تقسم الجمهور بتاعك لناس فاهمة المنتج والخدمة بتاعتك وناس مش عارفة المنتج والخدمة بتاعتك بس تايهة في السوشيال ميديا ومحتاجة حد يدلها. لازم تبقى بتقسم العملاء بتوعك، مين اللي عارف عن منتجاتكم ومين اللي ما يعرفش عن منتجاتكم، مين اللي ممكن يشتري منك مرة كمان ومين اللي أول مرة هيسمع عنك. وكل واحد بتعمل له كرييتيف، كل واحد بتعمل له إعلان منفصل بحيث إن أنت تفرق بين الاتنين. من ضمن الحاجات اللي بتأثر على استراتيجية الإعلان وكفاءة الإعلان هي سرعة الرد. وعشان كده احنا بنقدم اوتوميشنز وبنعمل اوتوميتد ريبلايز لكل العملاء بتوعنا، سواء عن طريق الواتساب او سواء عن طريق السوشيال ميديا كلها، لان ده بيساعد العميل ان هو ياخد قرار في الحالة اللي هو بيكون فيها جاهز ان هو يشتري. اول ما بيوصله الرد بتفاصيل معينة، لو هو فعلا جاهز ان هو يشتري هياخد القرار ويبدأ يتعامل معاك. واستراتيجية التسويق الحقيقية هي اللي هتخليك تقدر تفلتر مين محتاج الخدمة أو المنتج بتاعك ومين مش محتاجهم، مين اللي داخل يضيع لك وقتك ومين لأ. وساعتها هتبدأ تحس إن في فرق في المبيعات، وساعتها فعلا التسويق هيبقى له تأثير على البيزنس أو الشركة بتاعتك. ربنا يوفقنا جميعا.